وجود ثقة عند الإنسان مطلب شرعي بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه. احنا نقول الثقة ضدها احتقار النفس، تقدير الذات، والثقة ضدها احتقار النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ الصحابة يسألون: رهبان، فرسان، صوام، أبطال، ما في أحد يحتقر نفسه. وكيف يحتقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يكون في مقام، في مجلس زي هذا، يكون لله فيه مقال، شاف غلط لازم يتكلم، ثم لا يتكلم، سكت، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا عبدي، لم لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول الله عز وجل له: الله أحق أن تخشى. يا الله. عبر عن حقران النفس بإيش؟ خشية الناس. لما أنت تكون في موقف أنت خشيت فيه الناس، ما قدرت تقول لا، ما قدرت تقول رأيك، ما قدرت تقول يعني ما قدرت تطالب بحقوقك، ما قدرت تنكر على الناس. في تلك اللحظة التي خشيت فيها الناس أنت إيش؟ احتقرت نفسك. وهي معادلة بسيطة جدا يا أخوة. لما الناس تعطيهم أكبر من حجمهم، إيش يصير لك أنت؟ صغير. تنزل. أعطيكم مثال بسيط. هذه ورقة، هذه ورقة، هذه الورقة بالنسبة للنظارة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كبيرة. طيب بالنسبة للسبورة؟ صغيرة. صغيرة. طيب هي حقيقتها كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. صغيرة. بالنسبة لنا احنا ما عندها حجم. على حسب على حسب المقارنة. أنا أحطها جنب الكوب تصير كبيرة، أحطها جنب السبورة صغيرة. إذن حجمها ما هو؟ تغير على حسب. وبالتالي أنا نظرتي لذاتي أيضا على حسب. فلما أجي عند ناس أعتقد أنهم أعلى مني، إيش أصير أنا؟ أصير صغير. وإذا صرت صغير صرت خواف، صرت جبان، مهزوز الثقة، ما أقدر أسوي شيء، ولا أطالب بحقوقي، ولا أعبر عن مشاعري، ما أقدر أتصرف كما أريد، ولا بعفوية، خايف. لما أجي عند ناس أنا لأنهم هم أصغر مني، إيش يصير لي؟ ثقة؟ أحس إني معدوم. زايدة. أحسنت. يكون عندي كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق التعالي على الخط، والحق رده، وغمط الناس احتقار الناس. لما أنت تعملق نفسك وتقزم الآخرين تدخل في الكبر. لما ترفع الناس عن منازلهم وتقزم نفسك تدخل في الحقران. لذلك الثقة وسط بين رذيلتين: أن تعرف لنفسك حقها، وأن تنزل الناس منازلهم. طيب ما هي منازل الناس؟ بسألكم ما هي منازل الناس؟ والله على حسب بعد. كل واحد كبير يحترمه. ايه قدره. تعطف عليه. أقول لكم مش مشكلة الناس في الثقة؟ مش مشكلة. مشكلة الناس ما نعرف منازل الناس. في الناس. معاناة الناس في الثقة من الناس. لما يجيك واحد في المقابلة الشخصية وأنت بتقابله عشان يتوظف ويجيك ينتفض، صحيح يجيك منتفض ويصبصب عرق، هو في الحقيقة ينظر إليك بس أنك أعلى مني. أنك إيش؟ أنه أعلى مني. سعد. هو أعلى مني أعلى. انك بيدك الوظيفه. يؤلهك يا جماعة. والله يعطيك جزء من صفات الله عز وجل، أن بيدك الرزق. سعد. يخشى أن تفوت هذه الفرصة لأنك أنت الآن مصدر الرزق بالنسبة له، وبالتالي طبيعي أنه يرتجف. لكن ليش؟ لأنه نفخك فوق حجمك، فاش صار لنفسه؟ صغر، صار يخاف. طب خلنا نشوف موقف نفس هذا الموقف ونغيره شوي. دخل الإمام الزهري وقالوا له: ترى الخليفة الأمير يبغاك، وقد فرشوا النطع واستل الجلاد سيفه، يعني حطوا الصماط والسيف بيقتلك. ايش سووا للأمير هم؟ نفخوه فوق حجمه. يا ويلك، بيده أن يميتك، وبيده أن يحييك، وبيده أن يضرك. فجاء إمام ودخل على الأمير عليكم السلام، فتمتم قبل أن يدخل عليه، ثم دخل
فأكرمه الأمير وأجلسه بجانبه وجلس وياه، ويعني ما قال له شيء. فلما خرج قالوا له أنت ايش سويت؟ مع أن الإمام كان لابس أكفانه مستعد. قال هبته، أنا خايف منه لابس أكفاني. فلما دخلت عليه ورأيته على كرسيه تذكرت الله عز وجل على كرسيه فغدا عندي كالذبابة. الله أكبر. جاءت الثقة الصدق. يا جماعة أنت لما تضخم الناس تتقازم. طيب شلون تسوي الناس؟ شلون تنزلهم حقيقتهم؟ تذكر خالد الثقة مربوطة بالإيمان. رجوع لله. هو في الشخصية. قرأت 60 كتاب في الثقة، أزعم ما في كتاب موجود إلا وقرأته عن الثقة. والله لم أجد حتى في كلام الغربيين لم أجد دواء للثقة عميق في أدوية سطحية مؤقتة عميق مثل حسن الظن بالله عز وجل وإنزال الله منزلته، وما قدر الله حق قدر. دخل ذلك الإمام أبي عبد الله ذلك الأمير على المسجد في الجامع الأموي، فلما دخل قام الناس كلهم له، خافوا من جنوده وحشوده وقدرته فخافوا، فقام كل الناس إلا شيخ كبير ما وقف جالس. فجاءه الأمير قال له يا هذا لما لم تقف يوم وقف الناس؟ أنت شايف نفسك يعني كل الناس احترموني وهابوني وأنت إيش عندك؟ قال أردت أن أقف. الناس إيش كانوا؟ أمير وجند وقدرة ويخوف ويمكن يسوي ويمكن ما يسوي، أعطوه أكبر من حجمه فهابوه فوقفوا له وأنزلوه في غير منزلته. يقول أنا لما رأيتك أردت أن أقوم كما قام الناس فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت هذا القيام لذاك القيام. فقال له اجلس ما بقيت شعرة من جسدي إلا وقفت. لا إله إلا الله. إيش اللي خلاه يثبت؟ نزل هذا في منزلته أنه ولا شيء. يا جماعة عندنا مشكلة في حسن الظن بالله عز وجل. الثقة مشكلة في حسن الظن بالله. أعطيك مثال من واقعنا، اترك القصص من واقعنا. الآن لما الإنسان يبذل جهد ويكون قادر وعنده قدرات ويخاف، تقول له تعال القي كلمة يقول لك والله أخاف. حافظ للقرآن تقول له صل بالناس يقول لك والله ويتوتر ويفقد ثقته والله ما أقدر. يجي الإنسان قدام الكاميرا تلقى عنده علم وحافظ ويخاف. طيب السؤال هو يخاف على ماذا؟ إيش تتوقع؟ يضحكوا عليه. يخاف من النقش. يخاف من الأسباب ولا من النتائج؟ الأسباب هو عنده عملها بتوفيق من الله عز وجل، والنتائج بيد الله عز وجل. إذن يخاف من ماذا؟ من النتائج التي بيد الله. إذن هي اهتزاز في ثقته بماذا؟ بالله. بس احنا ما نبغى كذا، ما ننكر هذا الشيء. لا الله عز وجل هذا هو الصحيح. عندنا مشكلة. والدليل أعطيك دليل بسيط جدا. ألا ترون تزاحم الناس عند قطار الموت في الملاهي؟ هذا سؤال، أليس مرعب؟ هو مرعب. طيب لماذا الناس رغم أنه مرعب يتلذذون بالخوف؟ واثقين انه ما راح. واثقين من ايش؟ انه ما راح يصير لهم شيء، وما راح يطيح، وفي وسائل امن صح، وانه مؤمن، وانا واثق في الشركه امريكيه بريطانيه انجليزيه المانيه ما راح يجيني شيء. انا اثق بالنتائج، فيتحول هذا الخوف من خوف رادع الى اثاره استمتع بها لاني اثق بالنتائج. طيب اللي نقوله قم صل بالناس، لا أنا متوكل على الله ويخاف. هو يثق فيما هو يخاف من ماذا؟ نتائج التي بيد من؟ رب العالمين. عنده مشكلة مع الله. وبالتالي والله يا جماعة لما يجي الإنسان يدخل في موقف فيه هيبة فيتذكر عظمة الله عز وجل، ترى الناس يصير لهم ينزلون، ثم يتذكر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله عز وجل لا يرضى للمؤمن أو لا يكون أمره إلا خير مهما صار لك، والنتيجة التي ستصل إليها الله عز وجل أحكم وأعلم وأرحم منك بنفسك. لما أدخل وأقول أيا كانت النتيجة ما راح أخاف لأنها بيد من؟ الله. يا أخوان الإنسان لا يقلق إذا كان عنده أب
يدافع عنه. فكيف إذا كان عنده رب؟ عندك رب. لكن إحنا في لحظات كثيرة ننسى. والله يجيني بعض الأئمة لما نجي نتكلم عن الإلقاء يقول والله أنا خايف. طيب حافظ، إيه حافظ؟ طيب إيش المشكلة؟ والله أنا كنت أصلي بالجماعة بعدين ما عاد يعني صرت الآن أهاب. أسأل السؤال عادة تكون الإجابة نعم. أقول له في أحد من الجماعة جاء أنت تعتقد أنه أكوس منك وأحسن منك وأعلم منك؟ يقول لي والله كان جانا قاضي سكن معنا وده اللي يصلي معي، في طالب علم جاء وكذا، في شيخ يصلي معنا دايم، في واحد أقشر من الجماعة يصلي، فصرت أنا أهابه. يقول خلاص وأنا أكبر صار تفكيري فيه فاهتزت ثقتي في نفسي. والله بعض الناس أنه يقول الله أكبر ويستقبل الناس، يقول الله أكبر بلسانه ومشاعره، الناس أكبر في تلك اللحظة. استغفر الله. وبعضهم صحيح والله لابد إحنا نكون صادقين مع أنفسنا عشان نقدر نقول غلط، ولازم أنا أوقف. وبالتالي عدم قدرتك على أنك تطالب أو تذكر رأيك، أو عفوا احنا دخلنا في هذا الإطار أننا نذكر أن حصولك على الثقة في الأساس هي مطلب شرعي لابد أن يتمسك به الإنسان. فهذا هو الفائدة الأولى في قضية لماذا أريد أن أكون واثقا من نفسي. قلنا أنها مطلب شرعي. تفضل سالي. بعض المرات يعني مثلا واحد مثل الكلمة أمام الناس كذا، أو الصلاة، أو أي عمل الإنسان يقوم فيه أو الشخص يقوم فيه لأول مرة، ممكن يكون فيه يعني نوع من الارتباك أحسن. أو كذا، إنه ما جربه. يعني في البداية مو شرط إنه يكون مثلا يعني إنه يحاتي الناس، لكن موقف أول مرة يقوم فيه أو هذا، فممكن إنه يحصل عنده التوتر أو التردد كذا. نعم ممكن. يعني شلون بينه وبين اللي مثلا يعني احنا قلنا يحاتي او انه يخاف من النقد. سؤال رائع. هذا توتره ما منعه واقدم وتكلم. احنا نقول اذا منعك مثل هذا التوتر، انت الان في تلك اللحظه اهتزت ثقتك وانسحبت. هنا الاشكاليه، وراح نتكلم انت يسر لنا وقت عن قضيه كيف يعالج الانسان مثل هذه المواقف. طيب. اذا واحد هي مطلب شرعي. تفضل. كمل. في نقطة كنت بتكلم عنها اللي هي ان النقد يؤثر في. سنتكلم عن النقد يا جماعه، اذا قلت لكم سنتكلم، اذا ما تكلمت وقفوني واسالوا عنها، لاني اخشى اني امسك طريق وانتم تريدون طريقا اخر، فذكروني اياها. النقد مهم كذلك للشباب كاعلاميين كذا، يمكن الواحد يجيه نقد فممكن يتزعزع شوي. صح. واحد انها مطلب شرعي. اثنين مطلب نفسي. الثقه مطلب نفسي. هل تعلمون 6 امراض من اسبابها، من اسباب هذه الامراض ان الانسان لا يعبر عن مشاعره، لا يستطيع ان يكون واثقا ويتكلم. 6 امراض تتحول من نفسيه الى جسديه، يسمونها الجسدنه، اي مرض نفسي يتحول الى عضوي او الى جسدي بسبب هذه الضغوطات اللي يتحملها الانسان ولا يستطيع ان يعبر عن مشاعره. الدكتور العلاقه اذا كان واثق بس في معوقات، يعني هو واثق من نفسه كل شيء بس في معوقات امامه مثلا، ما في اشكاليه. شوف احنا نقول ابتداء ان يكون واثقا من نفسه. فاذا وثق من نفسه تاتي 10 معوقات تعوق الانسان في ان يحقق هدفه، لكن حتى لو ما في معوقات بدون ثقه سيتعثر، اصلا لن ينطلق. هي وقود الانطلاق، هي الوقود. اذا واحد مطلب شرعي. 2 مطلب نفسي. مطلب نفسي ان الانسان يكون قادر على انه يعبر عن مشاعره. التعبير عن المشاعر او الثقه في ذاتها هي خليط بين شيئين. الثقه خليط بين شيئين، خليط بين توكيد الذات وبين تقبل الذات. عشان يكون انا عندي ثقه عندي خليطين، توكيد ذات وتقبل الذات. ما هو توكيد الذات؟ ندخل الحين في تعريف توكيد الذات. توكيد الذات هو القدره على ان اقول وافعل ما اشعر به. اقول وافعل ما اشعر به. اذا انا وصلت الى هذه المرحله فانا اسمى عندي توكيد ذات ايش؟ عالي. القدره على اني اقول وافعل ما اشعر به عندي توكيد ذات. بمعنى ما تلاحظون بعض المرات تروحون المطعم، في بعض الناس لما تقول ايش تبغى ايش يقول لك؟ اي شيء. نجيب كذا اي شيء، نجيب كذا والله عادي والله عادي والله عادي. ما عنده القدره على انه يقول رايه. طرح موضوع وده يقول راي ما يقوله. عنده الشيء وده كلمه حلوه بيقولها لك، بيعبر عن مشاعره تجاهك، ما يقدر يقول احبك، ما يقدر يقول ضايقتني،
ما يقدر يقول وخر عني، ما يقدر يقول هي تعديت حدودك، ما يقدر يقول يا أخي أنا وجهة نظري كذا، ما يقدر يقول لا. تجد يقول نعم 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 نعم، وبالتالي يتعب وبالتالي يجهد. طيب لما يجهد هذا الإنسان، السؤال من مصدر هذا الجهد؟ هو نفس من الذي سبب له هذا الجهد؟ نفسه، ثقته بنفسه، عدم ثقته بنفسه. لما أنا ما أستطيع أني أقول رأيي عندك، ما أستطيع، محاورة النفس يعني، ولا أستطيع أني خجل. أعبر عن مشاعري عندك، خجل. ولا أستطيع أني أقول لك لا، وإذا قلت تبغى شيء أنا أسويه وأجهد نفسي عشان أرضيك. من مصدر الألم بالنسبة لي؟ عاطفة. الثقة. أنتم الناس. وبالتالي اللي عنده هزة ثقة، اللي تهتز الثقة عنده ولا يقدر يعبر عن مشاعره، تلقاه حبيب مع الناس، يطيع الناس، يجامل بزيادة، يسلك بزيادة، يقول إيه هو ما يبغى، ما يطرح رأيه وهو متضايق، يتكلم عكس بما يشعر. كل هذه الأشياء هو يعتقد أنه يحاول أن يكسب الناس، بينما هي أكبر سوسة ممكن يتعرض لها على مستوى العلاقات. ليه؟ لأنه تحمل 2 3 4 5 6 7 8، كل واحد يعطيه وينغزه ويجرحه ويحرجه ولا يجعله يعبر، فيتحول الناس من مصدر سعادة إلى مصدر ألم وتعاسة. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ حساس، يتجنب، يقفل جواله، يسحب على الناس فترة حتى يتعافى، ثم يرجع لهم مرة ثانية، ثم يستقبل، ثم يرجع يتعافى. سيأتي يوم من الأيام يبتعد ولا يعود. طيب لو سمحت ولا يعود. ليه؟ ما يلام. كل هذول متعبين. 2 هم أصلا أيضا ما ينظرون له نظرة زينة. ليه؟ لأنهم لما يقولون له تروح معنا هو ما وده. شو يقول؟ يقول إيه إن شاء الله خلاص معكم. فالساعة 4 أبو فلان الساعة 4 يقول إن شاء الله الساعة 4. يدقون عليه الساعة 4 قفل جواله. ما يدقون عليه ما يرد. يرسل رسالة والله معليش قبلها ب10 دقائق والله ما قدرت عندي ظروف، ويفتعل أفاعيل ويمرض نفسه وعياله ويصير عنده يعني مصائب الدنيا بس عشان يقول لهم ما قدر. يتفاول على نفسه عشان يقول رأيه. مساكين يكذب عشان فقط يعني يقول رأيه. لما الناس مرة ومرتين وثلاث أنت تسوي معهم هذا الشيء، إيش يصير لهم؟ ينفرون منك ولا عاد يثقون فيك، ما عاد يثقون فيك. وبالتالي أنا أدعو كل واحد يعتقد أن محاولة إرضاء الناس فيها كسب للناس، أنا أقول له غلط. هي أقصر طريق لأن تخسر فيها الناس. طيب إذا سمحت يا تفضل. سم الله داك، في بعض الناس زي ما تفضلت بس حل وسط، يعني لما يجلس مجلس يتكلم وياخذ ويعطي ويعترض، وفي الجانب الثاني لما يجتمع الجماعة يسألون تبغى شيء ثاني يقول أي شيء طبيعي، ما هو بإرضاء للنفس، الإرضاء لهم لا، بس إنه الأمور عنده طبيعية. أحسنت. وإذا بغى شيء خذه. أحسنت. هذا يستوصف هذا ما ذكرته صحيح يا جماعة. إذا كنت تجهد نفسك، وأخي الفاضل اللي يشاهدنا تجهد نفسك، وأختي الفاضلة تجهد نفسها في تقديم أعمال وتضحيات من أجل أن يحبها الناس، إحنا نقول لها توقفي. إذا كنت تقدم وتجتهد لشخص تحبه أو لتجعله يحبك، لما أنت تبذل وتتعب وتجتهد لأنك تحبه أم لأنك تريد أن يحبك، إذا كانت الأولى أن تتعب وتضحي عشانك تحبه فهذا من كمال الخلة والمحبة، بيض الله وجهك. وإذا كانت الثانية أنك تضحي وتوطى على نفسك وتتألم لتجعله يحبك فهي من دواعي ليست الخلة وإنما المذلة. اللي من هذا النوع وهم كثير يا جماعة، يا كثرهم. يعني يزعم انه ما يملك مشاعر. هو يزعم نعم انه ما يملك مشاعر. يعني مثلا تجعل النجم يحبك، بس هذا شيء مو بيدي، يعني انه انت تحبه لكن تبغاه يحبك. نعم. فتبذل. يبدا يبذل اكثر ويبدا اكثر، مو بصحيح. طيب اذا كان مو بصحيح. اذا كان دوام بينهم، تفضل. اذا كان يعني هم بينهم محبه وبينهم، فهو يحرج انه يرد له طلب، او انه لتدوم المحبه اللي بينه وبينه مثلا.
نعم. يعني فقط سبب إحراجه أو سبب العمل اللي هو قام فيه أنه ما يكون بينه، ما ينقطع اللي بينه وبين صاحبه. مرة مرتين ثلاث ما في مشكلة، لكن أن يكون قيدا الإنسان أنه يقدم تضحيات، يعني لا يعتقد أنه بس بتضحياته سيرضيهم. أنا أقدم تضحيات عشان يتقبلوني، عشان يحبوني. لا، اللي ما يبغاني لذاتي، أنا ماني بقدم خدمات للآخرين عشان يتقبلوني. تقبلني لذاتي بما فيني، أهلا وسهلا. ما تبغاني، الناس واجد، لكن هذا الإنسان عنده افتراض، فاقد الثقة، عنده افتراض أن الناس لازم كلهم يتقبلونه. هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد، هذا بس رد على تساؤلك، إذا وصلت مع الناس إلى الحد في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك، يجب أن تتوقف. وإذا وصلت في التعبير عن آرائك ومشاعرك في الحد الذي تؤذي فيه الناس، توقف. إذن المسألة تعود إلى الوسطية، وسط بمعنى يا جماعة بكل بساطة أن أكون قادرا على أن أقول نعم إذا أردت، وأن أقول لا إذا أردت، بس أن أتكلم إذا بغيت، وأن أسكت إذا بغيت، أجلس لأني أنا أبغى أجلس، وأمشي لأني أنا أبغى. يعني أعرف قدر نفسي، أن أكون أملك خيارين وليس خيار واحد. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن: أشدة على الكافرين رحماء، أعزة أشدة على الكافرين أذلة على المؤمنين. لاحظ أنه في نفس اللحظة عنده أداة أنه يكون شديد، وعنده أداة أنه يكون لين وهين. إذن هو يملك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على المنبر ونزل وترك الخطبة ليلتقط الحسن والحسين ويقبلهم تلك الرأفة، هو نفسه الذي قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم على أستار الكعبة. المؤمن عنده الثنتين، المؤمن عنده الثنتين، الجبان عنده واحدة. فبعض المرات أنا أقول أي شيء لأني أنا فعلا أبغى أي شيء، وبعض المرات لا أقدر أصرح. أما أن يكون طبع الإنسان أنه ما يستطيع، فهذا والله هو المسكين، هذا هو المسكين، وهذا الذي لا ندعو إليه، أن يكون الإنسان بهذه الطريقة. تفضل سالم. أستاذ ياسر، أنا كلام جميل حقيقة، أشكرك عليه. احنا يعني على الكلام هذا مشاكلنا ما تبدا، انت قلته مشاكل ان نتاثر في الناس، تبدا من الداخل المشاكل. نعم. يعني طيب اذا انت قابلت شخص يعني مثلا ينرفزك، نعم، شخص يرد عليك مثلا في صفحه في كذا وكذا، يرسل لك في الجوال ينرفزك نفس الشيء. طبعا ما اتكلم عن نفسي، انا وغيري من الشباب تعامل باخلاقي انا اكيد اني بمتص، لكن هذا بيسبب لي شوي تعب. نعم. طيب هالتعب هذا مثلا، يعني تعرف انت تستقبل كلام سيء أكيد بيتعبك، هالتعب هذا هل هو من عدم الثقة؟ لا أبدا أبدا. هو الشعور بالحزن تجاه ما يقوله الناس شعور طبيعي، بل من الصحة النفسية. هذا دليل على أنك بشر، أنك طيب، أنك ما فيك إلا العافية. لذلك الله عز وجل يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم. إذن طبيعي أن الإنسان يضيق صدره، لكن هل ضيق الصدر والحزن يجب أن تكون له شدة ومدة، حد معين وينتهي، ومدة معينة وتنتهي. ولا يمنعك من العمل، ولا يمنعك ولا يشعرك تجاه نفسك بالحقران. لا، إذا سبك الناس دليل على بشريتك وبشريتهم فقط. أنا أنظر لها من هذه الزاوية. وبالتالي نظرة الناس للنقد، وأنتم في الإعلام وتويتر الآن، لما يفتح الواحد الرسائل ولا يشوف الردود ويشوف هذا يتكلم وهذا يسب وهذا يمدح وهذا كذا، يا جماعة أنا بعطيكم بس قواعد بسيطة في النقد تريحنا والله كثير. أنا مثلكم أتلقى وأشوف، ومن تصدر للناس عليه أن يتحمل. لذلك والله يا جماعة دائما أدعو الله دائما في سجودي أن يرزقني أذنا تستمع، وعقلا يتبع، وصدرا يتسع للحق. ده اسأل الله، لأنك أنت قدام الناس، ومن تصدر للناس تصدق بعرضه، خلاص تحمل. وهذا جزء من الثمن الذي يدعوه أي إنسان ناشر للفضيلة. أنت لما تدعو إلى شيء أنت تفسد مصالح آخرين. هذه المصالح لما تفسد شو يصير لك؟
بيؤذونك، بيحاولون يدافعون عن مصالحهم فبيسبونك، فطبيعي جدا. لذلك لما الله عز وجل موسى سأل الله عز وجل قال يا ربي يا ربي كف ألسن الناس عني، يا ربي كف ألسن الناس عني. قال الله عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. الناس تسب الله عز وجل، يرزقهم ويعطيهم ويحميهم ويكفيهم ويميتهم ويحييهم، ومع ذلك يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، ويسبون الدهر ويسبون الله عز وجل وهو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بي أنا وأنت؟ طيب ليش أنا أقول هذا الكلام؟ أنا أقول هذا الافتراض الأول، لأن مشكلتنا في التحسس من الناقد أخوي عبد الرحمن، والكلام لنا جميعا. الإنسان يتحسس من الناقد هو إنسان يفترض أن يجب عليه أن يكون مرضيا للجميع، ويفترض أني لازم أصير أكوس واحد وأحسن واحد. ما أستطيع، لازم أنا ينقذني أحد. إذا وجدت أنك تسير في هذه الحياة وتؤدي رسالتك ولا ينتقدك أحد، فعلا ماذا؟ أنك صح، ماشي صح ولا غلط؟ غلط. والله ماشي غلط يا جماعة. إنسان بلا أعداء كل الناس أصدقاء هو إنسان بلا مبادئ، خذوها مني. إنسان بلا أعداء هو إنسان بلا مبادئ. صح. موسى ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني. أي واحد يشوف موسى يحبه، لذلك أحبه فرعون وعادي وعاش معه. لما خرج بمبدأ إيش صار عدو. لذلك الإنسان الذي ليس له أعداء إنسان يميع القضايا. مع المصلين يصلي، ومع المغنين يغني، لذلك ما له أعداء. بالتالي لا تسعى أبدا ما يكون لك أعداء. وإذا شفت أحد ما يسبك قل له أكيد في شيء غلط. لازم امشي على مبدأ واحد. أمشي على مبدأ وأثبت عليه، بيكون لك أنصار بيكون لك أعداء. وهذا من يعني من الأثمان التي يدفعها الإنسان. النقد أولا الافتراضات. شو الافتراض؟ أنك لازم تكون أحسن واحد وأن الناس ما ينقدونك. لا، أنت بشر وهم بشر، وما دامك أنت بشر ستخطئ، وما دامهم بشر ربما يخطئون أيضا في النقد. ثانيا الناس ما بين حاقد وناقد. الناس لما يتكلمون بين ناقد وحاقد، ليس كل ما يقال هو حقيقة، وبالتالي لا يضيق صدرك. إن مدحوك لا تطرب كثيرا، وإن سبوك لا تطرب. لماذا؟ لا تقدم ولا خلي أقول لك قبل لا تقدم ما تعرفه عن نفسك. يقين ولا ظن؟ يقين. أنت تعرف عن نفسك يقين، وما يقوله الناس عنك هو ظن، وما يدرون عنك. صح. فلا تقدم يقين ما تعرفه عن نفسك بظن الآخرين فيك. فإذا مدحوك تراك أنت أدرى بنفسك وأدرى بحالك، لا تغتر. وإذا سبوك أيضا مو بشرط ما يقولونه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سبوك كثيرين، مو بصحيح. فما أتحسس. هذا واحد. اثنين، قلنا أن الناس لما يتكلمون إما حاقد وإما ناقد. فالناقد أستفيد مما يقول، والحاقد أغلق أذني عن السماع ما يقول. أدخل من هنا وأطلع من هنا. زي ما قال الساذي، ممكن أشعر بحزن لكن لا يدوم هذا الحزن. ثلاثة في قضية النقد. ثلاثة. النقد إما أن يكون حقائق وإما أن يكون آراء. أهم نقطة في النقد، أي واحد ينتقدك إما أن يكون كلامه حقيقة وإما أن يكون كلامه رأي. لما يجيك واحد يقول والله أنت في الفقرة المفروض تتكلم 5 دقائق وتكلمت 10 دقائق، حقيقة ولا رأي؟ رأي. أنت الآن مخصص لك 5 دقائق تكلمت 10. حقيقة. تأخرت. طيب إذا حقيقة أستفيد منها، أقول جزاك الله خير، لازم أغير. طيب جاء واحد قال والله صوتك مو بزين، حقيقة ولا رأي؟ رأي. صوتي مو بزين بالنسبة لك، ولكن عند ناس ثانيين الحمد لله صوتي زين، ما عندي مشكلة. لما يجيك واحد يقول والله أنا ما عجبني أسلوبك، حقيقة ولا رأي؟ رأي ما يضيق صدري. لما يجي واحد يقول والله أنت تناولت 4 مواضيع والخامس تركته، حقيقة ولا رأي؟ حقيقة. فأتفاعل معه وأصحح من خطأي، فما عندي مشكلة. إذن إما حاقد وإما ناقد. 2، إما حقيقة وإما رأي. مشكلة كثير من الناس أنهم يحولون الآراء إلى حقائق ويصدقونها. لذلك أي كلمة تجيك من أي إنسان اجعلها فائدة لا قائدة. فائدة لا قائدة. لا تخليها هي اللي تقود سلوكك. أي نقد يجيك اجعلها فائدة تستفيد لا قائدة.
يقولون لك والله شماغك مو بحلو، بكره تلبس غتره، والله الغتره مو بحلوه، والله تجي بعمامه. لا، صارت قائده الان، ما صارت فائده. ولذلك دكتور ياسر الان ترى عنده مشكله في كثير من الشباب الاعلام هذه متغلغله موجود فيها. صحيح. راي الجمهور خلاص وقف، تجد انه يمنع نفسه عن اشياء كثيره بسبب راي الجمهور. احسنت. وراي الجمهور ده ما يمثل ولا 10 5 3 2%. احسنت. فبيتحكمون فيه. 5 مسوين ضجيج عليه، فهو يتوقع ان العالم كله ان هذا هو العالم. لا، اكثر ما يعالج هذه او يسبب هذه غياب هويه الانسان. انا شو ابغى اكون؟ انا دخلت الان مثلا البدايه، ايش الهويه اللي ابغى اكون عليها؟ انا ابغى اكون بهذا الشكل، بهذه الصوره، اتمسك فيها مهما قالوا، احسن في الصوره لا اغيرها، بس انا ابقى عبد الرحمن اللي يبغى يكون تربوي في البيت هنا، ويقدم رسالة تربوية، ويكون شكله هادي، ويتكلم في أمور التربية، ويمثل نفسه بطريقة جيدة. هذه أنا ما أريده. يجيني رسائل والله ما تمزح يا عبد الرحمن، يا أخي قل نكت يا عبد الرحمن. لا، أنا هويتي إني أكون إنسان جاد في هذا البرنامج. لذلك اللي عنده هوية ما يتأثر بالكلام. لكن مشكلة الناس صفحة بيضاء يرسمها الناس الآخرون. هذه مشكلة كثير من الإعلاميين. سم الإنسان الواعي، أنا أرى أن الإنسان الواعي هو اللي يكون عنده مثل جهاز الفلترة. نعم. يسمع هو يفلتر. نعم. ياخذ اللي يفيده واللي ما يفيده حطه على جنب. المفترض صعبة ما لم يكن عند الإنسان افتراضات. افتراضات هي اللي تقودنا يا جماعة. افتراضات يعني ثوابت، قاعدة. لما أجي وأسمع واحد يسبني أقول سبحان الله، ما أقول لأني أنا سيء أو لأنه سيء، أقول إيش؟ سبحان الله، بشر يمارس بشريته، الله يهديه. لما أجي أشوف واحد سيء خلقه، أنا بقول لكم قواعد أنا استخدمها والله استفدت كثيرا. أجي أشوف إنسان سيء، أنا دائما أقول شفت إنسان سيء أقول سبحان الله، ليست الأمراض في الأجساد فقط، المرض ليس في الجسد فقط بل في الأخلاق. نعم. فإذا رأيت سيء الخلق فاحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. كلام. لما تشوف واحد فيه مرض، فيه عاهة، ما تقول يا أخي الله هديك ليش أنت فيك عاهة وتتنرفز. لا، تقول الحمد، تنظر له بشفقة. يا جماعة ترى سيء الخلق كذا مريض. لما تشوف سيء خلق تقول الحمد لله مسكين، بل هو أشد من مريض الأخلاق، مريض الأجساد، لأن مريض الجسد يؤجر ومريض الخلق يؤزر، فهو مسكين مرة والله. طيب أنا لما أدخل بهذا الافتراض وأشوف واحد سيء خلق، أهدى ولا ما أهدى؟ أهدى بالعكس، وأرحمه بالعكس، وأحاول أساعده. وبالتالي الافتراضات، القواعد التي نسير من خلالها تساعدني. لما يجي واحد زي ابن القيم يقول رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الناس، لاحظ الكلمة، ورضا الناس لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور. الله، لما تجعلها هذه قاعدة في ذهنك، رضا الناس لا مقدور، ما حد يقدر عليه، ولا مأثور، ما في أحد سمعنا من قبل أنه رضوا عنها الناس، ولا مأمور، أصلا لم تؤمر أن ترضي الناس، لم تؤمر، بل بالعكس، أنك إذا رضيتهم أغلب أهل الأرض أضلوك، بالعكس. ولولا أن ثبتناك، الله عز وجل ماذا يقول؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول الشراح والمفسرون من شدة إلحاحهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في أن يهديهم كاد أن يركن إليهم. لا بالعكس، عندي مبدأ وأثبت عليه، ما عندي أي مشكلة. هذا فيما يتعلق بقضية النقد. يكون عندي افتراضات ما أزعل، أشوفها لي حقيقة أو رأي، أشوفها له حاقد أو ناقد. بعض المرات هناك ما يسمى بالمسيء الناصح، هناك من يسمى بالناصح المسيء. ناصح مسيء، يجيك واحد من ربعك ويبغى ينصحك بس يخطئ في الطريقة وفي الأسلوب، فيتحول نصيحته إلى هجوم لاذع يحزنك، لا يضيق صدرك. هذا فقط نصحك بطريقة خاطئة. طيب الثاني يبغى يسيء إليك ما يعرف يوصل، فمررها. المشكلة الثانية أو النوع الثاني من الناس مسيء ناصح. هذا إنسان يلبس عباءة الناصح وهو أصلا يبغى الإساءة. أيضا لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك، تعرف أن الناس طالما لك أعداء فأنت عندك مبادئ، ولا يضيق صدرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخي ياسر، سم الله يعداك. نفس الموضوع. نعم. في بعض الناس، ما شاء الله مع الجلسة طيبة، يا الله يرفع قدرك. الثقة طيبة في الشخص، نعم، بس لها مواضع. نعم. في بعض الناس ياخذ الثقة هذه زيادة،
يعني في مجلس يحب يتصدر المجلس هو ويكون هو المسيطر، في روحه يحب هو اللي يكون له الرأي ويتخذ رأيه، في أي شيء يحب أن يكون هو الأساس. وش رد كيف تتعامل مع الشخص هذا؟ هذا إنسان هذا صائب أو مخطئ؟ لا، هذا إنسان يشعر بنقص. الإنسان يشعر بنقص لأنه يريد شيء يسلط عليه الضوء، لأنه يشعر من الداخل أنه مهمش، من الداخل يشعر أنه فيريد أن يسلط الضوء من خلال هذه الأشياء. طيب فهذا نوع من نقص أنا تو يا أستاذ ياسر والله كنت جاي شيء في الإعداد الشباب وأشغال وكذا، وجاتني رسالة من الأستاذ محمد سعود الكواري. أي نعم. يقول فاتك الرجل الرائع. أي نعم. اي والله يقول فاتك عرض محمد سعود الكواري. اي والنعم. يقول لي فاتك الرجل الرائع، فاتتك المادة اللذيذة. اي والله. الله يجعلك تسلم. اي والله. الله يجعلك تسلم، الله يرفع قدرك. عليك كثير. جعلك تسلم الله. الله ينفع بالجميع. من أهم الأشياء التي تفرق الإنسان الناضج عن الإنسان العادي، الإنسان المتعلم عن الإنسان الجاهل، القدرة على فهم الفروقات بين الأشياء. لأن الإنسان لما لا يفهم الفروقات سيتصرف تصرفات ويسميها بغير اسمها. تلقاه مثلا يتكبر ويقول أنا قوي شخصية، تلقاه يكون مغرور يقول أنا واثق. إذا عرف الفرق بين الثقة والغرور قدر يقيم نفسه. إذا عرف الفرق بين الحياء والخجل قدر يقيم نفسه، هل أنا الآن عندي خجل ولا عندي حياء؟ خلونا نشوف الفرق بين الحياء والخجل. الحياء سلوك إرادي، أستطيع أن أفعله وأستطيع أن لا أفعله. إرادي، أنا أريد أن أكون حييا الآن، أنا أستحي، لا والله ما أقدر، تفضل أنت، أنا أستحي، أنا بإرادتي. الخجل سلوك لا إرادي، يمنعني. طيب هل في خيار ثاني في الخجل؟ لا، بس منع. بينما الحياء إما أن يمنعني وإما أن يدفعني. إذن هذا واحد. اثنين، دائما الحياء أنت تسعد به وتشعر به قبل أن تفعله، وتسعد به أثناء فعله، ولا تندم عليه بعد فعله، بل تفخر. أنا فلان قالوا لي تكلم في واحد أكبر مني، قلت له لا والله فلان اللي يتكلم، أنا ما أتكلم. لما أنا أقول لا في هذه اللحظة أنا ماني بخايف ولا خجلان، أنا أستحي إني أتكلم قبل اللي عند أكبر مني. فلما هو يتكلم أنا ما أقول الحمد لله فكني يلا، لا، أشعر بالفخر إني قدمت حاجة حلوة. لذلك قالوا الحياء هو شعور يدفعك لفعل المليح وترك القبيح. أنا أسوي شيء الصح والغلط ما أسويه. بينما الخجل سلوك لا إرادي يجعلك تتوتر قبل أن تفعله، وتحزن أثناء ما تفعله، يكون أنت منزعج أثناء ما تفعله، وتندم بعد أن تفعله. لما يقول لك تقدم تكلم وأنت خفت في ذي اللحظة وقلت لي لا ما أبغى أتكلم، ثم انسحبت من الموقف، نجحت في أنك ما تطلع قدام الناس ولا يظهر خوفك، لكنك بعدين ايش قاعد تسوي؟ يا ليتني سويت، يا ليتني فعلت، والمفروض اني قلت، والمفروض اني سويت، والمفروض. لذلك الخجل يجعل الناس تتألم وتندم، وهذا ليس من عادة الوثقاء. الواثق يستحي ولا يخجل. إذن لما يجوني ناس ويجلسون عندي ويؤذن لما لا أستطيع أن أقول لهم يا جماعة خلونا نصلي نرجع بعد الصلاة، خجل. هل هذا حياء أم خجل؟ هذا خجل. لذلك أقام وهو يقيم وأنا أسمعه وأنا أسوي كذا برجلي وأنا متوتر الآن، ودي أقول لهم بس أنا مستحي، لا، أنا خجلان، أنا في تلك اللحظة جبان، ما استطعت أني أعبر، أنا جبان. خاصة في الدين والله أعتبره جبان صراحة. في كل شيء جبان. إذن واحد، الثقة مطلب شرعي. هناك من الناس من لا يترك لحيته خشية ألا يتقبلها الناس، يطلع شكلي شين ما أطلع حلو، ما يتقبلني الناس، هذا عند الثقة نازلة. هناك من النساء من تنمص وهي تعرف عقوبة النمص، لكن تريد أن يتقبلها الناس، عندها الثقة نازلة، مسكينة. إذن هو مطلب شرعي. لما يكون عندي ثقة ما يهمني والله شكلي، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله، لم يقل أجملكم ولا أطولكم ولا أحسنكم بشرة ولا أزينكم شعرا ولا أجملكم قامة، وإنما قال أتقاكم. هذا هو الميزان. اللي عنده الثقة يكون هذا ميزان. اللي ما عنده الثقة ممكن تنمص، ممكن يحلق لحيته من أجل أن يكون شكله زين يتقبلها الناس، ربما يترك لحيته
علشان يتقبلها الناس على الأقل في محيطه. يسبل ثوبه، إسبال الثوب هي نصف سنتي، أنا أسميه ذنب لا طعم له، ما في شيء. الغنى يطرب الإنسان، الزنا جلكم الله قد يستمتع لحظات، الربا قد يستفيد، أما إسبال الثوب ما في شيء، وهي كلها نصف سنتي يرفعه وينتهي كل شيء. لا، هو يبغى ينزل نصف سنتي علشان يتقبلها الناس. وبالتالي وجود ثقة عند الإنسان مطلب شرعي بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه. احنا نقول الثقة ضدها احتقار النفس، تقدير الذات، والثقة ضدها احتقار النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ الصحابة يسألون: رهبان، فرسان، صوام، أبطال، وين ما في أحد يحتقر نفسه، وكيف يحتقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يكون في مقام، في مجلس زي هذا، يكون لله فيه مقال، شاف غلط لازم يتكلم، ثم لا يتكلم، سكت، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا عبدي لم لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس.